فهاد الفيديو غنهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف وما كيشوفوش الناس، جاب المخفي من حيث صانع المحتوى. هادشي ماشي غير في المغرب ولكن في العالم العربي كامل. كاين بزاف ديال الناس عندهم فكره غلطه على هذا المجال، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيبانوش للناس اللي كنصنع المحتوى كيعيشهم كل نهار، وكيبان كلشي مثالي ولكن واش الحقيقه فعلا بحال اللي كنتي كتوقع؟ فرق غلط. كل صانع المحتوى كيدوز من واحد البريود صعيبه وراء الاضواء، كاين ضغط كبير، حياه صعيبه وصراع مستمر باش يبقى في المواجهه، وبزاف كيحلموا يوصلوا للشهره ولكن قليل اللي كيعرف الثمن الحقيقي ديالها. هادشي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو، وجانب الموديل من صناعه المحتوى اللي دار لك كمل الفيديو باش تعرفني شنو كنقصد، وما عمرك ما تحكم على الفيديو من الثواني الاولى. تختي من الفراش حيت كتحس براسك ثقيل عليك، راسك عيان مدقدق، ما تنوضش من بلاصتك، تبقى حتى ل6 سوايع وانت جالس في بلاصتك حيت ما بغيتيش تنوض وتواجه الحياه. المهم كتحس بواحد الضيق في قلب واحد الغمه، كتكره الحياه، فقد الامال، ما كتبقاش باغي تعيش وتقدر توصل بك محاولات انت. صناعة المحتوى ماشي غير تصور الفيديوهات وصورة زوينة للجمهور، بل كتطلب وقت طويل ديال الخدمة الجادة والتحديات النفسية والضغوطات والتوقعات. كاينين بعض صناع المحتوى اللي كيلقاو راسهم محاصرين في دوامة ديال الأداء المستمر، واللي كيخلي حياتهم الشخصية تختفي وكتولي صحتهم النفسية مهددة مع تزايد الضغوط باش يدير محتوى جديد بالاستمرار. اولا الضغط النفسي، تصور معايا كل نهار خاصك تجيب مشاهدات وخاصك تكون على قد التوقعات ديال الناس، ولكن اشنو الى الفيديو ديالك ما داك الارقام اللي كنتي باغي، وهنا كيبدا الشك في راسك وكتولي عايش في واحد التوتر مستمر. مثال بزاف ديال اليوتيوبرز كيتعرضوا للاكتئاب حيث المشاهدات هي اللي كتحدد واش غادي تستمر او لا. وما نساوش الجانب ديال الانتقادات والتعليقات السلبيه، اي فيديو كيديروا كيلقاو الناس كتعطموا بعبارات جريحه. على الاقل كون محترم، ولكن هذا الشيء هو جزء من الثمن اللي خاصك تخلصه في صناعه المحتوى. ثانيا تطيب المبادئ، باش تكونوا واضحين الشهرة كتجي مع اغراءات، وبزاف ديال الناس كانوا كيبداو بمحتوى نقي وهادف، ولكن مع الوقت كيتحول كلشي للسعي وراء البوست، كيولي لهم الوحيد ديالهم هو المشاهدات. كمثال شحال من مره شفنا يوتيوبرز مغاربه كيديروا فيديوهات عن فضائح او مواضيع غير لائقه غير باش يطلعوا الفيديوهات ديالهم للترند. وشنو الفائده من الشهره اذا كنت غتخسر كرامتك ومبادئك؟ شكرا 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 احلى. ثالثا التعليقات السلبيه للمجتمع، كل واحد منا كيحلم يشوف الناس كيدعموه وكيوصلوا له رسائل ايجابيه، ولكن الحقيقه هي ان التعليقات السلبيه دائما موجوده، وحتى اللي كنتي قوي نفسيا غادي يجيك واحد النهار وتضاعف هذا النوع ديال الضغط النفسي كيأثر على بزاف ديال صناع المحتوى، وشي مرات كيكون السبب في انهم يوقفوا. الناس كيشوفوا الفيديوهات اللي كنزلوها وكيبقاو يظنوا ان دائما فرحانين ومبتسمين، ولكن يا عزيزي المشاهد لكن الحقيقه هي ان هذا المجال كيحتاج الوقت الكبير، وكما كان كيبعدك على العائله والاصدقاء وحتى الراحه النفسيه ديالك. والتوفيق بين الحياه الشخصيه وصناعه المحتوى ماشي شي حاجه اللي سهله، وكيحتاج لتخطيط كبير وتضحيات. شي مرات الناس كيسولوا واش كاين الفلوس في هذا المجال، والجواب هو ولكن باش توصل لمرحله اللي كتربح فيها الفلوس خاصك تخدم بزاف وتكون صبور. كاينين اللي كيخدموا سنوات وما كيربحوش حتى شي ريال، ولكن كيبقاو مستمرين لانهم كيعشقوا داك الشيء اللي كيديروا وماشي سوقهم هما في الفلوس. وهادشي نظرا لارباح اليوتيوب العربي، على كل 1000 مشاهده تقدر تكون واحد 5 دراهم او 10 دراهم، ولكن عكس اليوتيوب ديال الاجانب تكون واحد 50 درهم حتى ل 1000 درهم على كل 1000 مشاهد. نتوما اش بان لكم في هذا البلان؟ حيت فغيمون كاين الظلم في اليوتيوب العربي او المغربي. شكرا لكم على الوقت ديالكم، وكنتمنى ان هذا الفيديو يعاونكم وتفهموا اكثر على هذا العالم ديال صناعه المحتوى. هذا ما كان في هذا الفيديو الاخوان، دير لايك، دير هذاك ابوني الا كنتي كاع ما درتيه، خلي شي كومونتير باش تريكوموند الفيديو. كان معكم حميد، تهلاو في راسكم.